شاطر يا ريت. شايفين كيف دايب. أجنحة دجاج منظفة ومنقعة بالجناح، راح نقسمه نصين. من الجناح هيك نص وهيك نص. التتبيلة بدنا نهرس توم مع هيل. نهرس التوم مع الهيل. هرسنا التوم مع الهيل، راح نضيفه على الأجنحة، بودي زنخة الأجنحة وبعطيها نكهة وطعم. راح نضيف بابريكا مدخنة، بهارات 7 بهارات. راح نضيف شطة مجروشة أو بودر. كمون، راح نضيف الكمون. القليل من القرفة، شوية قرفة بتعطيها نكهة. نضيف فلفل أسود. هيك اكتفينا بالبهارات. راح نضيف كاسة لبن أو حليب مكتف. راح نضيف حليب المكتف. راح نضيف عصرة ليمون أو مية مخلل، لازم يكون إشي محامض. راح نضيف مية حامضة. هيك راح نضيف مية مخلل. خلاص اكتفينا. وراح نضيف الملح. نقلب مع بعض. لتغليف الدجاج، أجنحة الدجاج، راح نحتاج أطباق 2 من الطحين. راح نعمل خطوتين، هاي الخطوة الأولى وراح نحتاج الخطوة الثانية. الطبقة الأولى راح تكون عبارة عن دقيق بنفس البهارات اللي ضفناها على الأجنحة وملح. نضيف بهار مشكل، نضيف الملح ونخلط مع بعض. أو الحليب، أنا نفضل الماء مع الحليب. نقلب مع بعض. فيها القوام، هاي القوام المطلوب. بنا الأجنحة ويلا على النار. ويلا زيت حامي، راح نضيف زيت حامي على النار. لازم يكون درجته عالية حامي. نغلف بهاي الصوص الطحين الطبقة الأولى. بعدين راح نضيفها على الطحين. وهي هيك تحمر عنا وتقرقش، راح نشيله من على النار. شاطر يا ريت.
أجنحة دجاج كنتاكي بروست قرمش. شايفين كيف دايب؟